بشكل عام يا جماعة. لو عايز تنجح في أي مجال ورط نفسك، ابتدي، انشر الخبر، قول يا جماعة أنا هبتدي أعمل كذا، شجعوني، ورط نفسك بأي شكل. عندي أمثلة تاريخية حقيقية، وهي أربع قصص. أولهم قصة القائد هيرنان كورتيس الأسباني، وقصة يوليوس قيصر الروماني، وقصة توماس أديسون الأمريكي، وقصة معاصرة حقيقية لأغلب الأشخاص الذين يمرون بحتة توريط النفس لو هم عايزين ينجحوا في أرض الواقع. نبتدي بالهداوة كده بطريقة منطقية وفلسفية في شرح مسألة توريط النفس لأجل النجاح والتفوق. أول قصة عندي هي هيرنان كورتيس. هيرنان كورتيس ده كان قائد أسباني، فحب يغزو المكسيك. سنة 1519. فجاب السفن بتاعته، ركب الجنود من أسبانيا لحد المكسيك، عدى المحيط الأطلسي كله، وصل للمكسيك. الجنود بتوعه كانوا مرعوبين بسبب ايه؟ امبراطورية الازتك، اسمها كده، امبراطورية الازتك. الازتك دي امبراطورية. الازتك كانت امبراطورية قوية جدا، فيها جنود كتير وفيها جيوش كبيرة جدا، عرمرمة من الجيوش. ولكن امبراطورية الازتك لما واجهت هيرنان كورتيس الاسباني والجيش الاسباني، لاحظت حاجة غريبة جدا. لاحظت ان هيرمان كورتيز امر بحرق كل السفن. اللي هم كانوا جايين عليها من اسبانيا للمكسيك، بحيث ايه؟ مفيش غير خيارين فقط، اما الانتصار او الموت. فعلا في النهاية طبعا الجنود الاسبان كانوا مرعوبين، كانوا خايفين ان عددهم قليل بالنسبة لامبراطورية الازتك اللي كان فيها جنود كتير جدا وجيش كبير جدا. في النهاية سبحان الله، هيرنان كورتيز والجيش الاسباني انتصر في المعركة دي، وقدروا ان هم يحتلوا المكسيك. دي نقطة. عندي قصة حقيقية تانية في حتة توريط النفس والنجاح بسبب دخول عالم اللي هو توريط النفس، كده تتورط نفسك أي يكن التوابع بشكل عام. قصة يوليوس قيصر الروماني. يوليوس قيصر ده حاكم روماني، فهو كان قدامه خيارين، إما إن هو يعبر نهر روبيكين. روبيكين ده نهر، كان معاه جيش وعايز يعبر نهر معين كده في روما القديمة، أو في الإمبراطورية الرومانية ساعتها. فحب يعبر النهر، ولكن هو كان قدامه خيارين أصعب من بعض، إما إن هو ما يعبرش النهر ويتهم بتهمة الخيانة العظمى ويتم إعدامه، أو إن هو يعبر النهر ويخش فيه مسألة حرب أهلية بقى، وعشان يبتدي يحتل روما ويفرض سيطرته عليها. فاختار إن هو يقطع النهر وما تراجعش، ففرض نفسه حاكم بالقوة على روما، وده كان خيار صعب صراحة. فدي نقطة. الله أكبر، الأذان جدا. تالت حاجة توماس أديسون، ده كان مخترع أمريكي، ورط نفسه في الفقر والتجارب، فحاول الضغط لاختراعات غيرت العالم كله. يعني توماس أديسون ده كان عنده كذا اختيار. أول حاجة إن هو فقير دلوقتي. قال لك أنا فقير، طب أنا أعمل إيه؟ هيضطر إن هو إيه؟ فيضطر إن هو يعمل إيه؟ فيضطر إن هو يخترع غصب عنه. هو مش خيار تاني، اما ان هو ينجح او ان هو يموت من الفقر. فعلا اضطر ان هو يخترع اختراعات. اعمل بقى اختراع السينما والتلفزيون لو ساهم في الموضوع ده، والراديو والمصباح الكهربائي، الحاجات دي كلها ساهم فيها. فهو هنا ما كانش قدامه خيار الفشل، كان قدامه اما ان يتقدم او يموت من الجوع. فعلا نجح وكسب فلوس بعد كده كتيره جدا من الاختراعات دي، وعرف ان هو يتغلب على الفقر بتاعه. القصة الأخيرة قصة أغلبنا بيمر بيها أو بنسبة كبيرة مننا بيمر بيها، وهي قصة نماذج عالمية متعددة الجنسيات. القصة دي في شخص بيترك منطقة الراحة بتاعته ويجبر عقله على الإبداع، لأن الفشل لم يعد اختيارا. وده مثال مشهور جدا في الأشخاص اللي بيتعلموا حاجات جديدة زي البرمجة، زي البرمجة، الكمبيوتر، الديزايننج، صناعة المحتوى، يسيبوا مهنتهم الأصلية ويجازفوا ويروحوا في أدغال مجهولة المكان مجهول بالنسبة له، فيها بقى مغامرة كبيرة جدا، فيها خطورة أكتر
وهكذا. ده نموذج للاشخاص الذين يجازفون بشكل عام. فده انا حكيت كده 4 نماذج: هيرنان كورتيز الاسباني، القائد الاسباني، توماس اديسون المخترع الامريكي، ويوليوس قيصر الحاكم الروماني، واغلب الاشخاص بعض الاشخاص اللي حوالينا اللي هم من متعددين الجنسيات بشكل عام، اللي هم بيمروا بتجربه اللي هو ايه المجازفه والمخاطره، بيسيبوا مهنتهم يشتغلوا حاجه جديده، او يخشوا في علاقه جديده، او يخشوا في حاجات فيها ريسك عالي مش مضمون، ولكنهم عندهم رباطه جأش وقوه اراده وعزيمه. ليه؟ عشان هم ورطوا نفسهم بس.